السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم وكيف أحوالكم؟ يا رب تكونوا بخير بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال وأفضلها، ومرحبا بكم في قناتي مطبخ أم شفاء. اليوم مع تحضيرات شهر رمضان المبارك رايحين نحضروا صلصة الطماطم اللي غادي نخبيوها في المجمد باذن الله. يعني من تكون الطماطم رخيصه نشريوها ونخدموها باذن الله. عندي كميه من الطماطم، يعني كي تكون رخيصه نشريو كميه كبيره، نديروها في باسينه الماء والملح ونغسلوها مليح مليح ونديروها تستقطر. يعني نغسلوها مليح مليح بالماء والخل ولا بالماء والملح، ولا نديرو قطيره جافيل، ومن بعديها نقطعوها كما راكم تشاهدوا على 4. يعني نحيو لها الراس ونقطعوها على 4، ونجيبوا يعني هاد الطريقه اسهل. الميكسور بغا ونبداو نرحيو فيها كما راكم تشاهدوا. هكذا نيا نخدموا كميه كبيره في وقت قليل بهذه الطريقه، يعني ولكن نديروا غير كميه قليله قليله، ما نكثروش يعني الطماطم بزاف باش ما نفسدوش الميكسور بغا تاعنا، ويكون يعني من النوعيه الجيده اللي ترحي مليح مليح، ولا اللي يكون عندها يعني الروبو تاع الغراف، يعني هذاك اللي يرحي الفاكهه ويرحي ترحي فيه يعني افضل، يرفد كميه كبيره وكل شيء. بعد ما طحنا الطماطم كما راكم تشاهدوا حتى حصلنا على هذا القوام، نجيبوا قدره وكسكاس. المهم الكسكاس تكونوا عيونه يعني شويه كبار، ولا الصفايه يكونوا عينها شويه كبار، باش يعني تهبط لنا كامل الطماطم، تبقى تشد لنا غير القشور وهذوك البذور اللي يكونوا فيها، يعني ماشي تدي لنا كامل الطماطم وتخلي لنا غير الماء. ومن الافضل نستعملوا قدره وكسكاس يكونوا اينوكس ولا طيفال، ما نستعملوش الالومنيوم، لانه الالومنيوم يتفاعل مع الطماطم، هذيك لاسيد اللي في الطماطم يتفاعل معها الالومنيوم، ماشي مليح على صحتنا. بعد ما صفيتها تحصلت على هذه الكميه، يعني حوالي هذه القدره ترفد 8 لتر، يعني حوالي 6 ولا 7 لتر تاع الطماطم. وهذوك هما كامل القشور اللي يعني كما راكم تشاهدوا عصرتها مليح مليح. بعد ما يعني صفيتها في الكسكاس عاود عصرتها في هاد الصفايات، حصلت غير على هاد القشور كما راكم تشاهدوا. وهذه هي كميه الطماطم اللي تحصلنا عليها. مباشره نحطوها فوق الغاز، يعني نشعلوا عليها الغاز يكون متوسط، درت عليها شويه زيت ونخليوها تغلي. وبعد ما تبدا تغلي نبداو نحركوها، يعني نخلطوها مره على مره، يعني ما نخليوهاش غير تغلي بوحدها. هنايا ضفت شويه ملح، نضيفوا ايضا شويه سكر، نضيفوا شويه فلفل احمر باش تعطينا هذاك اللون الاحمر. من الافضل يكون الفلفل الاحمر طبيعي وحلو. درت الرند، وهنا السكر يعني زدت كثرت لانها باش دقت يعني الحموضيه جاتني شويه حامضه، زدت ضفت لها السكر باش تجيني يعني حلوه. ولا عندك يعني الجزر تاني ضيفي حكي حبه جزر وضيفيها عليها، راح تعطي لك حلاوه افضل من السكر. بالنسبه للقوام يعني يبقى اختياري انت والقوام اللي تحبيه واللي تختاريه. ايضا المنسمات والمنكهات والاعشاب اللي حبيتي ضيفي. انا اختاريت يعني هذا القوام، وطبعا بالمنكهات والمنسمات اللي قلت لكم عليهم. ونخليوها الصلصه حتى تبرد تماما، ومن بعدها نعمروها في علب بلاستيكيه ولا زجاجيه، ولا نديروها في ساشيه تاع الكونجيلاتور ونخبيوها في المجمد. نستعملوا يعني الكميات اللي نحتاجوها، ونردوها يعني راها طيبه، ما تفسد ما والو. كان هذا هو الفيديو نتاع اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.